السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في آخر درس في كورس أساسيات الماتلاب على قناة ماتلاب بالمصري. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الرسم والسيمبولز. أول حاجة إيه الرسومات اللي إحنا بينفع الماتلاب يرسمها؟ ثنائية الأبعاد اللي هي 2D XY، ثلاثية الأبعاد XY Z، إحصائية الاستاتيكس، البلوت والباي والباص برضه. احنا هنشتغل على ثنائية الأبعاد والإحصائية. أول حاجة الرسم بطريقة عامة علاقة بين متخيلين، يبقى ما ينفعش أقول بلوت إكس، مش هتنفع. هو ممكن تنفع في الإحصائي، لكن في العادي في البلوت مش هتنفع. تعالوا نشوف مثلا إكس 1/10. طبعا مش محتاج إن أقول إن المتخيلين لازم يكونوا في نفس طول بعض، وإلا مش هيتحقق أي حاجة. آدي مثلا متخيلين رسمناهم خط مستقيم. طب لو طلع المتخيلين مثلا مش في طول بعض، هيطلع لي غلط رسمة. تمام، يبقى أول حاجة ديت. تاني حاجة عايزين نرسم عايزين نعملها رسمة لوغاريتمية. لو لوغاريتمية على المحورين لوج اكس لوج واي زي ما انتوا شايفين. لو لوغاريتمية على محور واحد وليكن مثلا الاكس، لوغاريتمية على محور الواي ايه تاني؟ عايزين نعدل الرسمة بتاعتي مثلا. نرجع تاني للواي اللي هي 2/11 دوت اكس. طبعا تعديل الرسمة بيجي على أي حاجة، مش فارقة يعني، مش بالضرورة حاجة واحدة، لا هو بينفع يشتغل على أي رسمة، مش فارقة معانا كتير. بس احنا نعمل على الحاجة الأساسية البسيطة، مفيش أي فرق تماما. نضغط على الحاجة اللي احنا عايزين نغيرها. ادي الخط، نعدل شكل الخط، عايزينه خط ستريت، خط داش، خط نقطة، خط سنتر لاين، سمكو نخليه نص. عايزين عليه رسومات نقط والحاجات ديت. عايزين لونه أحمر أزرق بنفسجي موف غامق. مثلا عايزين نكتب تايتل، نضغط على أي حاجة فيجر نيم، هي اسم اهو. مش هنا. ادي الاكس اكسس والواي اكسس. عايزين نكتب تايتل على الاكس ليبل اهوت، نكتب اكس. عايزين نعمل اكس واي ريليشن. طبعا لو احنا عايزين نغير اللون اهو، لون الخلفية عادي جدا، بس يفضل الابيض عشان احنا عايزين نغير لون الخط عادي جدا. لون الماركر برضو عادي، يفضل الاسود. نفس الحوار في الواي اكسس. واي ايه تاني؟ التكس، لو انت عايز تحدد قيم محددة. ده هنعمل ستيبس واحدة، هنعمل ستيب نص، نسير اوكي. شفت الستبات اهيت في الواي اكسس. في ايه تاني؟ نفس الحوار في التكس باختصار شديد. طب بعد كل دوت ازاي احصل على الكود اللي يعمل لي كل ده؟ نسينا اهم حاجة، الليشن. ده احنا عايزينك هنا. عايز تكتب ايه؟
اهوت عايزين نكتب، عايزين نسميه ايه؟ اكس واي relation. ايه تاني عايزين؟ واحنا مثلا عايزين نكبر حجم الخط ده. عايزين نكبر حجم الخط ده، نخليه مثلا 25. اوكي مش كل ده. عايز دوت تكبير الحجم العادي. الاشكال عايزين نكبر حجم الاكس والواي، ندوس على الاكس اهوت ونقوم نكبر في دوت. بعد كل دوت عايزين بقى نحفظ ايه الحاجات ديت. نعمل ايه؟ نعمل فايل جنريت كود، نستنى شوية يشوف التعديلات بتاعتنا. هيفتح لنا كود جديد. الكود دوت هو اللي عامله الاكسس. في عندك حل من اتنين، وانا بفضل الحل التاني او الحل البسيط دوت. اول حاجة هنشيل دوت، نشيل الفانكشن ونعرف المتغيرات على اساس المتغيرات بتاعتنا. بمعنى فين البلوت؟ هو قالك اكس واحد كابيتال واي واحد كابيتال، يا انت تغيرها بالاكس سمول والواي سمول وتكتب هنا الاكس والواي اهو زي كده، اكس بيساوي 1/10، واي بيساوي 2/11، وتشيل الاكس واحد كابيتال تخليها لي اكس، والواي واحد تخليها لي واي. تعمل ران وسيف الكود زي ما احنا متعودين. يا الا تقوم تنقل كل حاجه انت عايزها. احلى ميزه في الماتلاب ان هو بيعمل لك الكومنت يقول لك ديت ايه، ديت كرييت اكسس، يعني ديت بتاعت المحاور، تعديلات المحاور اللي احنا عملناها. ديت الرسمه البلوت، يبقى انت هتعدل في الخط اللي احنا اترسم. التايتل، الاكس ليبل اللي هو اسم الاكس. بص انا احسن من نعيد تاني. التايتل اللي هو اللي فوق المكتوب عليه اكس واي ريليشن، الاكس ليبل اللي هي الاكس، الواي ليبل اللي هي الواي، ودوت حاجه اسمها الليجند دوت بخصوص الرسم. ثواني لحظة. تاني حاجة ازاي نرسم عدة رسومات مع بعض. مش عارف كمان دلوقتي. ازاي نرسم عدة رسومات مع بعض؟ عندنا طريقتين ان احنا نرسم عدة رسومات مع بعض. اول حاجة ان احنا نرسم ايه؟ اول حاجة ان احنا نعمل ايه؟ يلا نكتب في البلوت اكس واحد واي واحد اكس اتنين واي اتنين وهكذا زي ما انتوا شايفين قدامكم. هيحط لي الرسمتين على بعض ومش باينين قوي، فهضطر ان انا اعمل ايه؟ فهنضطر نحط الساين اكس اتنين
عشان ايه نشوف الرسم على طول. يا الا نعمل السب بلوت. ركزوا بقى معايا في السب بلوت. اول عدد الصفوف، اول عدد الصفوف، تاني عدد الاعمدة، تالت عدد الرقم اللي انت هترسم فيه اللوحة. عدد الصفوف وعدد الاعمدة ثابت ما يتغيرش، لكن الرقم اللي هترسم فيه اللوحة هو اللي يتغير، علشان في ناس كتير بتغلط فيها او بتتلخبط بالادق. نفس الحوار. شايفين رسمة الساين ديت مش منتظمة ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان انا واخد نقطة في المرة. لكن لو احنا عملنا مثلا ديت من 0 الى الزيادة 1/100 الى 2 في باي، ونعمل البلوت، اسف، من 0 1% الى 2 باي، نعمل البلوت بتاعنا. شايفين الرسمة منتظمة. طب تعالى نقوم نخليها 1/10 بدل 1/100. الرسمة حلوة، لكن لو عملنا زيادة 1 بدأت تتكسر. يعني كل ما سويت التلتة، كل ما الرسمة تكون أكثر استقامة. كل ما قللت التلتة كل ما الرسمة تتكسر معاك. ايه تاني؟ الرسومات الإحصائية. خلاص، عندنا مثلا عدد ولاد نجحوا جابوا مقبول 5، والعدد التاني جابوا جيد 6، 4 جابوا جيد جدا، و3 امتياز. هنعمل باي اكس سي في ادي الرسمة. اكس سي في بي. طبعا لو انتوا عايزين الانفورميشن، عايزين نعدل كالمعدل زي ما انتوا فاكرين. طب مش عايزين باي، عايزينها باص. كانت باص ولا بار؟ اسف، بار. نفس الحوار، البار. في ايه تاني؟ عايزين نعمل تفاضل وتكامل في الماتلاب. طبعا زي ما احنا عارفين ما ينفعش نعمل تفاضل لعدد ثابت. تفاضل عدد ثابت بكام؟ ب0. طب ازاي نعمل تفاضل وتكامل في الماتلاب؟ هنلجأ لحاجة اسمها السيمبلز أو المتغيرات الرمزية. دوت شكلها، الشكل دوت شكل السيمبلز. المتغيرات الرمزية مثلا وليكن كيو بيساوي 2 في اكس بلس 3 في اكس تربيع. عايزين نحسن الشكل بتاع كيو دوت، نعمل له بريتي. ديت أحلى حاجة في المتغيرات الرمزية، إن هو يعمل لك الشكل واضح وجميل. عايزين نفاضل، وليكن تي بيساوي تف. أمر التفاضل هو التف. أول حاجة بنكتب التفاضل كيو، عدد مرات التفاضل 1، التلة اللي انت هتفاضل على المتغير اللي هتفاضل عليه اكس. طب لو كان انا عندي مثلا اكس واي، طبعا مش محتاج ان اقول ان اكس واي
ما بيساويش يساوي اكس في واي. ايه ده؟ اكس واي ما بيساويش الاكس في واي. ماشي، مثلا الكيو بيساوي 3 في اكس بلس 4 في واي الكل تربيع. هنفاضل الكيو المرة دي بالنسبة للإكس. ليه؟ لأن تفاضل الإكس تفاضل الإكس بتلاتة وتفاضل الواي بصفر بالنسبة للإكس، لكن لو فضلت الكيو بالنسبة للواي. طب عايزين نعمل تكامل، نستخدم أمر انت كيو بالنسبة للإكس، هيقوم يجيب لك التكامل. التكامل دوت ما بيكتبش ثابت التكامل، دي حاجة عايزين نعمل تكامل محدود. انت كيو الإكس وليكن مثلا من 1 ل4، يقوم يعوض بالإكس بقيمتها. طبعا لو كتبت بريتي هانس تحسن لك الشكل. يبقى التكامل بعد ما تكتب المعادلة والمتخيل ينفع تكتب الليميت القيمة البدائية والقيمة النهائية، لكن في التفاضل تكتب بس عدد مرات التفاضل. عايزين نحل معادلتين، وليكن مثلا كيو بيساوي 4 في اكس بلس 3 في واي تربيع، وكيو دبليو بيساوي 5 في اكس بلس 6 في واي. سولف كيو واحد سيبنا سولف كيو ايكوال دبليو. قال لي عشان الكيو تساوي دبليو هيكون المعادلتين تلاتة. بصوا احنا هنعمل كيو احسن 6 في اكس والدبليو 3 في اكس كل تربيع. سولف كيو بيساوي دبليو. في عددين، يلا صفر يلا 2. الحكاية ديت سيمبلز، عايزين نخليها ارقام عادية نعمل قبل انس بقت ارقام عادية. عايزين نرسم وليكن مثلا كيو 4 في اكس كل تربيع بلس 3 6 في اكس بلس 3. عايزين نرسمها نستخدم امر اي سات بلوت كيو ونحط الليميت الاول. احلى ميزه فيه ان هو بيكتب المعادله فوق. هو ده وده ختام الدرس بتاعنا النهارده، ودمتم بخير.